بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد ووصفة جديدة سهلة مهلة اقتصادية زوالية. راح نديرو مع بعض السوفلي البنات. راح نبداو بالحشوة. اولا سهلة مهلة، راح نديرو هنا حبة تاع بصل البنات، قطعتها مربعات كما راكم تشوفوا، نديرها في الطنجرة تاعي ولا في المقلة. هاو ندير ثاني البنات الزرودية تاعي. هنا الكميات تبقى حسب كل وحدة، تقلي ولا تكثري. هذه هي الزروديه. ثاني البنات الجزر ثاني هنايا البنات كرفشته، درت البطاطا ثاني كرفشتها، وتتبليهم البنات بالتوابل. ديري مكعب تاع دجاج، وديري توابل فلفل اسود، وديري شويه تاع كمون، شويه تاع راس الحانوت، وديري شويه تاع زيت، وتخليهم يتقليو. هذه هي البنات. هنا الحشو اذا عرفتيه باللي يلصق لك ولا زيدي له قد فنجال ولا تاعمه، وتكون الطنجره ثقيله ما تلصقلكش. هنا نجو للعجينه تاعنا. درت 2 كيسان تاع ماء دافي كما راكم تشوفوا، ماء دافي البنات 2 كيسان. هنايا عندي 2 مغارف تاع بودره تاع الحليب. اذا ما عندكش تستغني عليها، ديري غير الماء وخلاص، يعني ما ديريش المسحوق الحليب هذاك. هنا عندي مغرف وشويه، هنا كان البرد البنات، عندي مغرف وشويه تاع خميره الخبز. اذا كانت السخانه ديري غير مغرف وخلاص، ما ديريش ما تزيديش ذاك النص. هنا عندي مغرف ثاني تاع اكل تاع سكر، ونخلطهم مليح كما راكم تشوفوا. هذه هي البنات المقادير تاعنا، قلت لكم ساهله ماهله. ونزيدوا لها البنات، انا خلطوها مليح مليح هكا باش يندمجوا مع بعض، وتذوب ديك الخميره شويه في الماء الدافي. ونزيدوا لها شويه كاس تاع فرينه كيما راكم تشوفوا البنات. هنا نزيدوا كاس تاع الفرينه وخلطوها مليح مليح. كي شغل هنايا راكي تعجني فيها البنات كمرحله اولى. هكا نخلطوها بالفوي مليح مليح. خلطي خلطي واحد 2 دقائق ولا انت تخلطي فيها، من بعد العجينه تاعك تجيك هشيشه وتجي طريه وتجي شابه. هذه نخلطوها مليح البنات، ومن بعد نقطوها ونخلوها بجهه تخمر كيما راكم تشوفوا. هنا خلطتها مليح مليح، ونقطوها ونخلوها بجهه تخمر. اذا كنتي غاصبه عليها البنات وعندك البرد كيما نقولوا حنا في المطبخ تاعك، ديري طنجره تاع ماء تكون الماء فيها سخون، وحطي فوق هذيك الباسينه وقطيها هكا تخمر لك بالخف. هنا بعد ما خمرت البنات نعاود نحي هذاك القطا ونبدا نزيد في الفرينه. هنا الفرينه كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش البنات. هنا بداية تزيدي في الفرينه حتى تجمع العجينه تاعك معاك، حتى تجمعي ديك العجينه تكون العجينه طريه. هنا ما نساوش الملح البنات، درت الملح في ذي المرحله. ودرت هنايا ربع كاس تاع زيت كيما راكم تشوفوا البنات، قل من ربع ماشي ربع، قل من ربع. ديري واحد 3 مغارف 4 مغارف هكا، غير يعطوك ديك الهشاشه للعجينه تاعك. يعني حتى ديري ربع ماهوش، يعني مش راح يضر العجينه البنات، لكن كاقتصاد تقدري ديري 3 مغارف ولا 4. هذه هي. وتزيدي وحده تاع خميره الخبز ما نساوهاش. دائما البنات في المعجنات انا نبغي ندير خميره الخبز هكا كيما تعطي لك الهشاشه في المسكوتش والبنات وفي الكاطو، ثاني تعطيها لك ثاني للمعجنات تاعك، يجو العجينه تجي مهويه من الداخل وتجي خفيفه وتجي شابه. هنايا البنات بعد ما عجنت ديك العجينه تاعي، دخلت كامل هذاك الزيت وهذيك خميره الحلويات، ودخلت فيها هذاك الملح. هكا البنات نعاود نقطيها ونخليها تخمر. نرجعوا للحشو تاعنا. هنايا كما راكم تشوفوا الحشو تاعنا راه طاب. قلت لكم اذا كانت المقله ما تلصق لكمش وثقيله البنات، خلوها غير هكينا. اذا عرفتيها تلصق لك زيدي لها شويه تاع الماء وخليها طيب. كي طيب البنات طيب لك ديك الزروديه وديك البصله وديك كامل اللي يطيبوا مع بعض. هنا جبت 2 حبات تاع البيض، درت البياض في الحشو، والصفار راح نخليه هو اللي راح نطلي به الوجه تاع السوفلي تاعنا. وهنايا زدت لها شويه تاع الفرماج البنات. الفرماج اختياري، تزيديه ولا ما تزيديش. ثاني البيض البنات ثاني يبقى اختياري، البيض تزيديه ولا ما تزيديش. لكن بما انه رانا رايحين يعني نستعملوا البيض في الوجه تاع السوفلي تاعنا، هذاك البياض مكله نخلوه يخسر ولا نديروه في الحشو هكا افضل كما نقولوا، نزيدوه في الحشو تاعنا. هذه هي البنات. الفرماج قلت لكم يبقى اختياري. هنا تقدري تزيدي قطع تاع صدر تاع الدجاج البنات ترحيه، تقدري تزيدي فيون داشي، تقدري تزيدي اي حاجه، لكن حنا قلنا السفلي تاعنا اقتصادي، على هذا درناه غير بالخضار، ودرنا له شويه تاع الفرماج وزوج بياض البيض. انا نرجعوا للعجينه تاعنا. كيما راكم تشوفوا البنات رجعت شابه البنات، وشوف رجعت روعه. ديك العجينه تخلوها تريح وتخمر في غرضها.
هذه هي. هنا نقسموا العجينه تاعنا على زوج، هذاك الجزء نقطوه باه ما يقيسهش الريح ويبس لك البنات، ومن بعد يغاب لك شغل يدير لك دوك الحبيبات كي تحليه. ونجو الجزء الاخر ثاني نقسموه على زوج، وكل جزء هنايا عطالي 4 حبات كيما نقولوا، يعني الربعه والربعه 8 والجزء الاخر يعطيك 8، يعني هنا 16 حبه بذوك الزوائد اللي يقعدوا، واحد 17 ولا 18 هكينا. انا هنا كبرت الحبه البنات، درت الحبه كبيره. انت اذا بغيتي الحبه تاعك صغيره يعني راح تخرج لك اكثر من فوق 20 البنات، تخرج لك واحد 25 ولا هكا، يعني هنا يبقى الحجم على حسب انتي تكبري ولا تصغري. انا هنا البنات راني مكبراته، يعني كي ترفديه يملى اليد كيما نقولوا حنايا، كي ترفدي الحبه تاع السفلي تملى اليد، يعني الحبه كبيره. هنا نبداو نحلو في نقطوا البنات ذوك الكرات، قلت لكم باش ما يقيسهمش الريح، ومن بعد يديروا لكم ديك الطبقه اليابسه وتجيكم دوك التشققات فيها. ونبداو نحلو بالوحده كيما راكم تشوفوا، ونديروا ذاك الحشو تاعنا. الحشو ما تنشفيش بزاف، خليه كي شغل شويه هكا جاري كي شغل هكا، باه من بعد السوفلي تاعك يطيب ويزيد ينشف، ما يجيكش السوفلي تاعك يجيك ناشف. هذه هي البنات، نعمرو هكا كميه تكون مليحه كيما راكم تشوفوا، ونديروا الماء هكا غير مع الطرف البنات، ديريه بالاصبع تاع يدك ولا ديريه بالبينسول البنات. انا هنا غير بصبعي، نبغي نخدم بيدي صراحه، نبغي نخدم بيدي. هنايا درت نديروا الماء في الطرف البنات باه ما يتحلش، ونسقموها نحو هذوك الزوائد، ماشي بزاف البنات، غير هذوك الزوائد نحوهم كيما راكم تشوفوا. ونجيبوا الصينيه تاعنا نكونوا درنا فيها ورق الطهي، هذاك من الاحسن نديروا ورق الطهي، يعني ينفع بزاف بزاف وماشي غالي البنات، اشروه هكا ينفعكم كي تكونوا طيبوا في الفور تاعكم. هذه نبداو نحلو البنات بالوحده ونحطو في الصينيه تاعنا حتى ديري الكميه اللي ترفدها الصينيه تاعك، وتكوني شاعله الفور تاعك ثاني يسخن. المعجنات من الاحسن تكوني شاعله الفور من قبل هكا، باهي كيما نقولوا حنا كي تدخليهم للفور هكا ينتفخوا، يديروا ذاك الانتفاخ بالخف وما يبقاولكش كيما نقولوا حنا غير يتصهدوا وما يطيبولكش. هذه هي. نبداو نحلو بالوحده البنات ونديرو في الصينيه تاعنا وصفه اقتصاديه سهله ماهله، دائما مع الوصفات الاقتصاديه والسهله البنات. قاع رانا عارفين العائلات الجزائريه وعارفين يعني المدخول الجزائري وعارفين اوضاع العائله البنات، سيرتو كي يكون عندك كيما نقولوا منا ومنا، هذه كور تاع ذراري، هذه طفل مرض، هذه هكا واجبه جاتك، هذه نبداو نحوسوا غير على الاقتصاد، غير توفري وخلاص. هنايا بعد ما ستفناهم كامل هنا البنات، قلت لكم راهي الحبه على حالها، هنا راني مكبره الحبات البنات، اذا صغرتيهم تخرج لك كميه لباس بها. نجيبوا ذاك بياض البيض، دائما بياض البيض لا صفار البيض عفوا، نزيد لها انا شويه تاع الماء هكا باه كي شغل ينطلق يولي شويه خفيف، باه كي نبدا نطلي به هكا المعجنات ما يخسرش الخمور تاعهم. هنا نطليهم البنات كيما راكم تشوفوا كامل بصفار البيض، طليهم مليح باه يجيك باه كي تحمريهم من الفوق يجي داك الوجه تاعهم ويجي حمر ويجي شباب. هذه هي نطلوهم البنات كيما راكم تشوفوا، والتزيين يبقى اختياري. انا هنا درت لهم شويه تاع الساندويتش البنات ودرت زيتون الكحل، انتي تقدري تقطعي زيتون خضار تقطعيه دوائر هكا صغار وتزوقي به تزيني به، ولا ديري كيما نقولوا حنايا ورقات تاع معدنوس، ولا ديري يعني التزيين هنايا ولا جلجلان، ولا التزيين هنا يبقى اختياري ويبقى حسب اللي عندك. هذه هي البنات تشوفوا هنايا، وندخلهم للفور كيما قلت لكم، وصفات سهله اقتصاديه من حاجه والو البنات، شويه تاع خضره وشويه تاع فرينه وماء، وانتي درتي حاجه بنينه وسهله لوليداتك وتفرحيهم بها. هنا البنات نديرو دوك حبات تاع الزيتون كيما هكا وندوها للفرن تاعنا، لواحد الفرن البنات ثاني كل وحده والفرن تاعها، ما تقويش ملتح النار من التحت باه ما يتصهدولكش ومن بعد يبقاو لك خضر البنات، كي تشوفيهم حماروا من التحت عاودي الشعلي عليهم يتحمروا من الفوق. هذا هو السفلي تاعنا البنات، شوفوا كي جا شباب وجا هايل ويعطيك كميه لباس بها، سيختو اذا صغرتي الحبه هكا تخرج لك كميه مليحه مليحه.
هذا هو السفلي تاعنا البنات. ترافقيه مع شوربه ولا مع كيما نقولوا حنا حريره ولا الصيف كيما هكا، غير مع تشري لهم قرعه تاع جي وانتيا تهنيتي منهم كيما هكا البنات، مع شويه تاع سلطه وانتي فطرتي وليداتك. حنا هذا النهار كان شويه تاع البرد البنات، درتهم هنا العشيه، درتهم للحشا على خاطر الصباح كنت دايره العدس وكان باقي لي بقالي لليل هكا البنات. انا الماكله كي تبقى ما نقيسهاش ندسها هكا، ودرت معاها السفلي مع هذاك العدس. هذا هو الفيديو تاعنا النهار اليوم، هذه طلتي لنهار اليوم. في الفيديو الجاي ان شاء الله.